عيد الحب. بيحتفل الكثير من سكان العالم في 14/2 بعيد الحب، وبيزيد إقبال الناس في اليوم ده على شراء مختلف أنواع الهدايا والورود علشان يقدموها لأحبابهم تعبير عن حبهم وامتنانهم ليهم. وبيتسأل كتير عن أصل وسبب اختيار التاريخ ده للاحتفال بيه، وده اللي هيكون محور قصتنا عن عيد الحب العالمي في 14/2. في القرن الثالث الميلادي اتعرضت الإمبراطورية الرومانية للغزو من القوط، وفي الوقت نفسه انتشر مرض الطاعون أو الجدري اللي كان سبب في وفاة أكتر من 5000 شخص يوميا، من بينهم الكثير من الجنود. وبعد تزايد عدد الموتى زادت الحاجة للجنود لقتال القوط الغزاة، وكان الاعتقاد السائد وقتها بأن أفضل المقاتلين هم العزاب. فحظر الإمبراطور كولديوس الثاني الزواج التقليدي على الجنود، وتمكن الإمبراطور من السيطرة على الخصومات الداخلية اللي اتوجدت بعد اغتيال الإمبراطور غاليونس من خلال مجلس الشيوخ الروماني للإمبراطور غاليونس، وجعل ليه إله يعبد جنب الآلهة الرومانية التانية. واضطر المواطنون لعبادة الآلهة الرومانية، واعتبروا اللي رفضوا عبادة الآلهة غير وطنيين وأعداء للدولة. واستهدفت الاضطهادات في الفترة دي على وجه التحديد المسيحيين بإجبارهم عن التخلي عن معتقداتهم أو مواجهة عقوبة الموت. وخلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحية اتمارس على المسيحيين الكثير من أشكال الاضطهاد، وكمان تم تدمير الكثير من الكتب والسجلات التاريخية والكتابات المسيحية. ولأن العديد من السجلات تم إتلافها، فإن تفاصيل حياة القديس فالنتين اللي بتدور عليه الأحداث بتاعة اليوم فالنتاين داي تعتبر قليلة جدا، اللي كانت بتتنقل من جيل لجيل لغاية لما تم طباعتها سنة 1260 واتنشرت في كتاب سنة 1493. مين هو القديس فالنتين؟ وكان القديس فالنتين يا إما كاهن في روما أو في تيرني بوست إيطاليا، واللي خاطر بإغضاب الإمبراطور بدفاعه عن الزواج التقليدي، وكان بيجوز الجنود في السر في الكنيسة سواء كانوا وثنيين أو مسيحيين. ولما طلب الإمبراطور كلوديوس المسيحيين بالتخلي عن معتقداتهم والعودة لعبادة الأصنام، رفض القديس فالنتين الموضوع واتقبض عليه واتحكم عليه بالموت. ووقت ما كان فالنتين في سجنه منتظر تنفيذ حكم الإعدام، طلب منه سجانه أستاريوس الدعاء لبنته الكفيفة، ففعلا بعد دعائه رجع لها بصرها، وده اللي خلى والدها يتحول للمسيحية جنب ناس كتير. وقام فالنتين قبل إعدامه بكتابة رسالة لابنة السجان اللي وقع في حبها، وقعها قائلا من عاشقك. وتعرض فالنتين للضرب بالعصيان والحجارة لقتله، لكن المحاولة فشلت وما ماتش فالنتين، فقطعوا راسه خارج بوابة فالامينيا إحدى بوابات روما القديمة في 14 فبراير 2029 ميلاديا. وفي عام 496 ميلاديا قام البابا غلاسيوس بتعيين يوم 14 فبراير كيوم للقديس فالنتين. وبدأ الأدباء من أيام العصور الوسطى بربط يوم القديس فالنتين بالحب، لغاية لما أصبح اليوم ده يوم عيد الحب خلال القرن ال18، واحد من التقاليد الإنجليزية
اللي بيتم خلالها تبادل الزهور والحلويات وإرسال بطاقات المعايدة بعيد الحب. في القرن ال14 الميلادي بدأت قصة القديس فالنتينو بالانتشار، واتضاف عليها الصبغة العاطفية، وما كانتش بتتعدى كونها رواية شعبية متداولة بين الناس وغير مؤرخة. وأضافت الرواية الشعبية قصة حب القديس لابنة الإمبراطور كلوديوس الثاني أو ابنة السجان وفقا لرواية أخرى، وإنه كتب ليها بطاقة حب بيعتقد إنها أول بطاقة حب كتبت في التاريخ. وبعيد عن الهدايا والمعايدات التقليدية كعادتها، كانت الحضارة المصرية القديمة لها السبق ورائدة في إرسال القيم الإنسانية زي الخير والحب، وأسست قانون ماعت رمز الحق والعدل على أساس الحب. ومن هنا أصبح لقيمة الحب مكانة مهمة في حياة المصريين القدماء، قبل ما يخصص العالم في نهاية القرن ال18 يوم 14 فبراير من كل سنة يوم للاحتفال بعيد الحب. وبالرجوع لآلاف السنين بنجد إن الحب كان شعورا مقدسا عند القدماء المصريين، وإن أول ما نحتفل بالحب هم القدماء المصريين، وعبروا عنه بطرق متعددة، ومنها اللي ما زال متوارث حتى هذه اللحظات، وكمان البرديات اللي بتسجل ده، وجدران معابد خلدت قصص وأشعار اتكتبت عليها علشان تكشف ازاي استطاع الحب انه يسيطر على قلوب ملوك وملكات المصريين القدماء وجميع طوائف الشعب، لأن الحب لم يكن قاصرا على طبقات بعينها. وكمان ما شفناش أو سمعنا أو تسجل أي سلوك مخالف للأخلاق أو خادع تحت اسم الحب. فالمجتمع المصري القديم كان يحترم الأعراف ويراعي التقاليد التي تحكم. مصر طول عمرها حضنة لكل الحضارات وسابقة. مصر هي اللي علمت العالم كله يعني إيه حب واحترام. مصر أساس كل شيء.